سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو باحسن الاحوال. الوغ اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الوصفه تاع التاكوس. راح نوري لكم الطريقه تاعي كيفاه نديرو. دونك هنايا راني مقطعه البصل بتيودي كيما راكم تشوفوا، ومام راني مقطعه الدجاج ثاني بتيودي. هنايا راح ندير لي زيبيس البنات. بالنسبه للزيبيس واش كنت درت شويه تاع حرور كيما راكم تشوفوا هنايا، وزدت له شويه تاع الملح، ودرت له هنا واحد مكعب غذائي يعني واحد جامبو، يعني ما تكثروش الملح من نديروا جامبو. وتاني كنت زدت له شويه تاع سكر جبير كيما راكم تشوفوا. والبنات اللي عندها قرفه بودر دير شويه تاع قرفه بودر، باسكو هذا الدجاج راح تعطيه واحد النكهه بزاف هايله. انا ما كانش هنايا ما كانش عندي هنايا سي بور سا ما درتوش. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا راح نحطهم على الغاز، نخلي هذاك البصل حتى يطلق الماء تاعو كيما راكم تشوفوا. ومن جهه اخرى البنات، يعني بعد ما خليت هذا الدجاج تاعي يطلق الماء تاعو هو والبصل، من جهه اخرى كنت نقلي في البطاطا كما راكم تشوفوا هنايا، باسكو هذه البطاطا راح نضيفها للتاكوس. الوغ هذه هي. ومن بعد البنات كنت هنايا زدت زبده كما راكم تشوفوا، وزدت لها شويه تاع زيت. الوغ نخلطها تخي بيان ونخليها تتقلى غايه. يعني اليوم البنات راح ندير لكم تاكوس باني، على بالي راح يعجبكم. الوغ دوك راح نخلو هذا الدجاج تاعنا يتقلى تخي بيان. من بعد البنات بعد ما يتقلى لي يعني يدي هذيك التحميره كما راكم تشوفوا هنايا، راح نزيد له هنايا شويه تاع القزبر، ومن بعد عفوا البنات شويه تاع المعدنوس مقطعها، ومن بعد نزيد له شويه فرماج رابي كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد البنات بعد ما نزيد له فرماج رابي راح ندير له مغرب تاع الفرماج اللي عندها فرماج بورسيون دير فرماج بورسيون، اللي عندها هكا فرماج كيما تاعي دير مغرب. الوغ من بعد البنات نزيد لهم لا كريم فريش. الوغ البنات اللي ما عندهمش لا كريم فريش يدير واحد دانو ناتور مع مغرب تاع فارينه وشويه حليب، واللي ما عندهاش دانو ناتور دير هذاك الدانون يعني تاع الريجيم. الوغ هذه هي. وكنت ضفت له شويه تاع الحليب البنات باش ما تجينيش ثقيله، باش تجي يعني لاصوص تاعي يعني تكون شويه خفيفه. الوغ هذه هي البنات، باسكو هذا تاكوس يعني لازم يجي معمر بالفرماج، سي بور سا زدت الفرماج بزاف ودرت فرماج رابي ودرت فرماج هذاك يعني السائل. الوغ هنا كنت زدت البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا، ومن بعد بديت نخلط تخي بيان، يعني دخلت كامل هذيك لافارس في البطاطا هكا باش تجي البطاطا تاعنا مشربه كما راكم تشوفوا هنايا. الوغ البنات هنايا انا راني نستعمل هذا النوع تاع التاكوس. اللي تبغي تصنع البنات الخبز تاع التورتيلا، انا راني صنعته من قبل ودرتها في لاجين، راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف هكا باش تستافدوا، يعني اللي ما تعرفش دير خبز تورتيلا. الوغ البنات انا هي بالنسبه للخبز هذا التورتيلا راني نستعمل هذه النوعيه بزاف مليحه، فيها 6 حبات كما راكم تشوفوا. اول حاجه واش درت، كنت هنايا درت الفرماج، يعني ترتينيت كامل هذاك الخبز بالفرماج، وزدت لافارس تاعي كما راكم تشوفوا. ومن بعد البنات درت عليها فرماج رابي كما راكم تشوفوا هنايا البنات. بعد ما كملت وحطيت الحشو الفرماج تاعي، كنت هنا شكلت التاكوس تاعي. البنات ما تكثروش الحشو بزاف هكا باش ما تخرج لكمش هذاك لافارس من التاكوس، ومام من جو تقلوه يعني ما يتحل لكمش. الوغ هذه هي. وهنا نفوتوا المرحله المهمه تاع التاكوس تاعنا اللي هي لا بانور. الوغ اليوم التاكوس تاعنا ما راحش نديروه في البانيونيز ولا راح نطيبوه في طاجين، غادي نديروا له لا بانور ويجي بزاف مقرمش. الوغ واش راح نديروا، اول حاجه نحطوه في البيض كما راكم تشوفوا هنايا. قبل كل شيء نحطوه في الفارينه، ومن بعد نحطوه في البيض، ومن بعد نفوتوه في لا شابلور كما راكم تشوفوا هنايا البنات. هاد التاكوس تاعنا لازم يعني نرمدوه مليح في لا شابلور تاعنا، يعني تخي بيان، باسكو التاكوس تاعنا راه معمر بالفرماج ولا كريم ليكيد وايتو، زعما لازم نغطوه تخي بيان. الزيت كما راكم تشوفوا هنايا كنت قليت حبات الولا، كنت نشوف كيفاش يجيني يا بغي نبارطاجي معاكم يعني كيفاش جا. الوغ البنات اللي الزيت يكون حامي، ومن بعد من تحطوا الحبه تاعكم تبداو قيسوا هذاك الزيت الفوق راح ينتفخ معاكم هذاك التاكوس، باسكو راح يجي بزاف بنين. الوغ هنايا بعد ما قليته كامل ونشفته في البابي،
كنت درت له هنا فرomاج غابي من فوق. راح ندير طاكوس طاغتيني، راح ندخلو شويه في الكوشه قد ما يعني غير ما يذوب هذاك الفرomاج ومن بعد نخرجوه للبنات. الوغ يجي بزاف هايل. كيما راكم تسمعوا في هذا الصوت تقصدت ندير لكم هذا الصوت يا البنات باش تشوفوا هذيك القرماجه باسكو يجي مقرمش الله يبارك. وهذا طاكوس البنات كنت كيما شفتوا درت له هذا فرomاج كان شويه كاليتي عيانه، يعني ما دابليش تخي بيان. ومن بعد كنت رافقته بهذو الصلصه تاع المشاوي ولا صلصه يديروها مع طاكوس بزاف هايل. كنت شاركت معكم هذو الصلصه في الفيديو، راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. الوغ بالنسبه للصلصه الثوميه واش نحتاجو فيها؟ سنه تاع ثوم مع راح نحتاجو تاني فيها شويه ليم شويه معدنوس ومايونيز وشويه ملح. وبالنسبه للصوص الجيريان البنات نديرو فيها شويه بصل شويه مغرف طماطيش صغيره ومغرف حار والمايونيز وشويه ثوم وهي فريز. الوغ هذه هي هذا هو الطاكوس تاعنا وهذه صلصه. ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفه. نلتقوا في فيديو اخر ان شاء الله.